يرضيكوا كده؟ قال جوزي بيقول لي انا مش مسامحك، وراح مطلع لي كل الكنافه اللي كانت في الفريزر الباقيه من رمضان، وبيقول لي على فكره انت كروتينا في الكنافه وانشغلتي بالكعك والبسكوت، وبصراحه كده ما اتكيفتش من الكنافه وكلت الكنافه اللي نفسي فيها. بقى مش مسامحني يا عم الحاج؟ طب انا بقى مش مسامحاك انت وعيالك. بس طبعا قلت الكلام ده في سري. لميت الدور ودخلت عملت شويه كنافه يا جماعه من اللي هي بتتباع كده بألافات بره. تكات بقى للكنافه بالمانجا بجد هتخلي طعمها عالمي. تورتينا نفسه لسه ما عملهاش. يلا شجعيني بأجمل لايك وشاركي الفيديو مع أصحابك. مسكت بقى الكنافة طبعا وهي مفرزة كده، سهل جدا وهي مفرزة تبتدي كده تفتفتيها كويس. دول كده كانوا حوالي كيلو الا ربع، كان نص كيلو على ربع كيلو تايهين في الفريزر. يلا بقى النهارده نعملهم أحلى صينية كنافة بالمانجا والكريمة هتشوفيها. بصي بقى الكنافة دي أنا هسكرها كويس لأني مش هسقيها شربات، فحطيت كده قد كوباية كاملة من السكر البودر. أنا عايزة الكنافة نفسها تبقى مسكرة. وننزل بقى عليها كده بحوالي كوبايه ونص من السمنه. طبعا نوع السمنه بيفرق جدا جدا في طعم الكنافه. شويه بقى سمنه بلدي كده صفرة بيضه اللي موجود عندك. وهبتدي بقى كويس كده اوزع السمنه والسكر في الكنافه، واشرب الكنافه السمنه كويس قوي قوي عشان تحمر وتاخد معايا نفس اللون من جميع الاتجاهات. هفردها بقى كده كويس في الصينيه وهدخلها الفرن على اعلى درجه حراره. مش قادره اقف احمرها على البوتاجاز، في الفرن اسهل بكتير. بس بقى كل شويه هتفتحي الفرن لان الاطراف هتلاقيها بتحمر بسرعه، وتقلبي بشوكه بقى. هتقلبي الكنافه رايح جاي كده كل 20 دقيقه لغايه اما تحمر معاكي وتاخد لون من كل النواحي. يلا بقى نجهز الكريمه بتاعه الكنافه بالمانجا. معايا كده كوبايتين من الكريم شانتيه. انا ما شاء الله عامله صينيه كبيره، طبعا حسب حجم الصينيه هتعملي الكريمه. هنزل عليها كده بقى بكوبايه من السكر البودره. هكتر السكر عشان انا عايزه الكريمه دي مسكره. كمان هنزل بكوبايه من الحليب الرايب. انا كان عندي حليب بيتي رايب فاستخدمته. تقدري كمان تستخدمي الحليب العادي، يعني يا حليب رايب يا حليب عادي، ولازم الاتنين يكونوا ساقعين متلجين في الفريزر. حطيت كمان فانيليا باودر كده خام، ادتني طعم حلو قوي قوي للكريمه. ومعايا ميه متلجه كده بنزل تدريجيا كل ما الاقي الكريمه بتاعتي تقيله بزودها ميه متلجه مفيش مشكله او حليب. هنزل كمان كده بكيس من الحليب البودر، بيديني طعم حلو وغني قوي للكريمه. بصي كل شويه كده تقلبي الكريمه من تحت عشان لو في لسه بودره لسه ما دابتش. بصي ما شاء الله الكريمه عامله ازاي، تحفه وغنيه قوي. دلوقتي بقى هحط كده مكون هيرفع لي طعم الكريمه جدا جدا وهيديني طعم حلو قوي، كانك كده بتعملي الكريمه بتاعه التشيز كيك. معايا جبنه، ودي جبنه كيري سايبه، جبنه كيري بدون ملح دلعه، بتستخدم للحلويات. بجيبها سايبه كده بس تحسيها مخرزه شويه لاني بفرزها في الفريزر، بطلعها تفك وبستخدمها على طول. تعالي بقى كده نطلع الكنافه. اللهم بارك، خدت لون ذهبي موحد، وده بفضل التقليب كل شويه في الفرن. ما تسيبيش الكنافه كده وتنسيها، لا لازم تقلبيها كل شويه. هبتدي احط كده اول طبقه من الكنافه، هفردها كويس كده وهنزل بقى على طول بنص كميه الكريمه. بصي مش عايزه اوصف لك بقى طعم الكريمه دي كان غني ازاي. بصي احسن كريم شانتيه تجيبيه في السوق المصري هما ماركتين، يا جولدن باك يا المتحده، وما شاء الله الاتنين بيعملوا كريمه غنيه وحلوه قوي. بصي بقى عشان تفردي الكريمه بسرعه، كوبايه ميه كده بظهر المعلقه، وابتدي افردي بدون اي ادوات ولا سكريبر ولا اي حاجه، بالمعلقه وشويه ميه هتلاقي الكريمه بتاعتك اتفردت هوا. طبقه الكريمه اللي في النص دي ضروريه جدا عشان الكنافه تطرى معاكي. وتقدري طبعا تحشي في النص الحشوات اللي انت عايزاها، تقدري تحطي كمان صوصات براحتك، تقدري تحطي حشوه المانجا في النص، بس انا الصراحه ما بفضلش المانجا في النص، بتعجن كده وسط الكريمه وبتعمل ميه. بحب بس المانجا تبقى فوق الوش مش اكتر من كده. نزلت بقى بالطبقه التانية من الكنافه، وعلى قد ما اقدر لازم اساوي السطح كويس عشان تجيلي الصينيه كلها متساويه. هنزل بقى بنص كميه الكريمه الباقيه، وهبتدي برضو افردها بنفس الطريقه باستخدام المعلقه والميه. هتتفرد معاكي هوا لان طبعا الكنافه هتنتش وتلاقيها كده هتطلع في الكريمه، واحنا عايزين سطح متساوي، فهنفردها بالشكل ده. وكل ده عموما يعني هيتدارى، ما تقلقيش خالص من النقطه دي. وطبعا لو مش حابه تستخدمي في الكريمه الجبنه براحتك خالص، دي حريه شخصيه، تقدري تستخدمي الكريم الخام بس المضروب بحليب او حتى بميه ساقعه. بس فعلا الجبنه بتديها طعم حلو قوي. مفيش جبنه كيري، حطي اي نوع جبنه مثلثات. والجبنه الكيري السايبه طبعا رخيصه جدا بالمقارنه بالجبنه الكيري الحقيقيه، وفعلا بتدي للكريمه طعم حلو. طلعت بقى كيس مانجا كده، والله اخر كيس مفرز عندي، يعني اللهم بارك نسفوه في رمضان، يعني ده كمرته كده
بيته عشان اعمل بيه اي صنف حلويات انا عايزاه. ودي مانجا انا مخزناها فريش كده شرايح، طبعا كان في الموسم بتاعها، وبعد ما بتجمد بتلاقيها اختفت، ما بقاش باين فيها اي شرايح، فبمسكها كده اقطعها لمكعبات صغيره. احسن وضع تتعاملي فيه مع المانجا وهي مفرزه، عشان لو ساحت معاكي يعني هتبقى انت عارفه طريه قوي كده، مش هتعرفي تمسكيها ولا تتعاملي معاها. قطعتها بقى كده المكعبات وهي مفرزه، وعلى طول فوق الوش بقى هبتدي ارصها بشكل عشوائي كده، وحطي طبعا الكميات اللي انت عايزاها. كمان تقدري تستخدمي اي نوع فاكهه انت عايزاه، يعني مش شرط المانجا خالص، بس انتوا عارفين يعني الكنافه والمانجا اصحاب جدا. واهم حاجه بقى كده بعد ما ترصيها تحاولي على قد ما تقدري تضغطي عليها لتحت كده، عشان مش عايزين الصينيه تبقى مرتفعه من ناحيه وناحيه تانية، لا، خاصه ان احنا هنحط فوق الوش طبقه الجيلي، فمش عايزينها تبقى نازله من ناحيه عن ناحيه تانية، لا. جبت بقى كوبايه ميه مغليه، هدوب فيها كيس من الجيلي. بصي انا مش عايزه اعمل كميه كبيره من الجيلي، يعني مش عايزه الجيلي يبقى طبقه، انا بس عايزاه يديني لمعه حلوه كده ويجمع لي طبقه المانجا. هدوبه كويس الاول في الميه المغليه، واول ما يدوب معايا هنزل كمان بكوبايه الا ربع من الميه الساقعه. انا هنا مخليه الجيلي مركز، يعني التعليمات اللي مكتوبه على العبوه انا ما نفذتهاش، انا خليته مركز اكتر وقللت كميه الميه، عشان زي ما قلت لك انا عايزاه يبقى مركز. بصي بقى هبتدي انزل بيه، هو اصلا هيجمد على طول لان المانجا اصلا مفرزه ومتلجه، فجمد في ساعتها. شايفين بقى ما شاء الله. هنا بقى حبيت ادي لسطح الكنافه بالمانجا تزيين بسيط، والتزيين ده بقى انا بعشقه. هو ده مش ورد مجفف غالي بالافات زي الورد المحمدي، ده زر الورد. عارفين زر الورد اللي بنجيبه من عند العطار، بنطحنه بقى في توابل الفراخ وفي التتبيلات بتاعتنا، زر الورد العادي، بس انا جايباه صحيح كده بزين بيه الحلويات، بيبقى شكله تحفه، وده قابل للاكل زي الورد المحمدي الغالي بالظبط، وبيدي نفس النكهه على فكره، وما شاء الله بيدي لون حلو قوي. هنا بقى بعد ما حطيت الكنافه في الفريزر شويه حسيت انها لونها اتطفى، فحبيت اديها كده لمعه حلوه قوي. في محلات الحلويات عاده بيلمعوا التورت والحاجات اللي فيها فاكهه بجيلي التلميع، وبتبقى عبوات على فكره مش غاليه اسمها جيلي تلميع بارد، بتلمعي بيها الفاكهه. طب البديل في البيت؟ دوبت كده معلقه كبيره من عسل النحل على معلقه من الميه، وابتديت ألمع سطح الكنافة. أنا كان المفروض أعمل حركة التلميع دي قبل ما أحط الورد، بس مش هتفرق. بصوا ما شاء الله لمعة الكنافة بقى، وهنا قطعتها اللهم بارك تهبل روعة، يعني ما شاء الله على طعم الكريمة وطعم المانجا. بصي الجيلي لمملي كده المانجا ومديها لمعة حلوة، كمان طعم حلو. قبل ما تقدميها بقى وتقطعيها بس سيبيها في التلاجة كده ساعة ساعتين، الكنافة تطرى وتشرب من طعم الكريمة. بصوا يا جماعة خطيرة، بألف ألف هنا وشفا. شوفي بقى صينية الكنافة بالمانجا ولا أي تورتة بره بتبقى بكام وبمبلغ وقدره، اعملي في البيت أوفر وأحلى بكتير، صدقيني عمايل إيدك مفيش زيها. حبايب قلبي أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش بقى الاشتراك في قناة اليوتيوب، وكمان متابعة لصفحة الفيسبوك عشان يوصلك مني كل فيديو جديد بنزله. بحبكم في الله، تعليقاتكم الإيجابية بتشجعني كتير. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.